تبقى نايم كده في امان الله ولا عليك والدنيا زي الفل. مرة واحدة كده حد بعتلك رسالة، وتلاقي مرة واحدة كده في وسط الكلام بعت لينك فيسبوك. فانا وانت عارفين ان ده اي كلام، واكيد مش هيعرف يهكرني من خلال لينك فيسبوك، صح؟ فتيجي تفتح اللينك تلاقي على طول غسالة اشتغلت. تعالى اعرفك اللينك ده فل الفل، او افتكر ان انا قلت لك بلاش. خليك معايا. عندنا ال HTTP وال HTTPS، دول بنلاقيهم فين؟ في اول اللينك كده، زي ما انا ده اللينك اهو، ده اول اللينك. طب ايه هي ال HTTP وال HTTPS؟ هقول لك اهو. ال HTTP رسائل البيانات من غير تشفير. طيب نفترض ان دي كلمة السر 1 2 3 4، بيروح السيرفر 1 2 3 4 اللي هي وحدة التخزين. وطبعا لما بيروح السيرفر بيكون 1 2 3 4، فبيكون سهل لاي حد داخل السيرفر هيشوف. طيب ال HTTPS ايه هو؟ ده مشفرة، مثلا 1 2 3 4 يروح للسيرفر مثلا شباك نجمة سلاش نقطة كده يعني، وات ايفر، مشفرة اهم حاجة. طبعا احنا عرفنا الفرق، وعرفنا ال HTTPS ده احسن من ال HTTP. زي ما انت شايف قدامك اهو، ده لينك فيس وتحتيه لينك جوجل، الاتنين اولهم HTTPS، يعني البيانات فيهم مشفرة. طيب لحد كده تمام. طيب ال www.facebook.com ايه ده؟ تعال اعرفك معايا ايه ده. اولا ده اسم الدومين، شيء مميز زي اللوزر نيم كده، لما او زي الجيميل كده، كل واحد ليه جيميل مختلف. هو الدومين مفيش دومين زي التاني. دي النقطة اللي بيصطادك فيها الهاكرز وبيستغلك فيها. طيب يا عبد الرحمن بيستغلني ازاي؟ طيب انا هقولك بيستغلك ازاي. اولا بيبعت لك لينك طبيعي جدا جدا جدا، زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، ده قدامكم عنوان البرنامج كامل https www.facebook.com. تمام، ده لينك عادي طبيعي جدا، هتخش عليه هدخلك على فيسبوك. طب هما بيستخدموها ازاي؟ انا هقول لك. انت هتخش من هنا، هشوف اللينك اللي انا موريهولك قدامك ده، اللينك اللي انا قدامك اهو، شايفه مركز فيه. هتقولي اللينك ده صح، لا غلط وغلط وغلط. اللينك ده مش صح خالص. بص، HTTPS بعد كده www فيسبوك، دي مش كوم، دي CORN مش COM. يعني هو ضحك عليك وخلى الار ان تبقى شبه الام، زي ما انتم شايفين قدامكم كده، ان هو بيضحك عليك. لو غير حرف او زود حرف او نقص حرف او خلى حرف شبه حرف، ده كله هيغير الدومين كامل كامل كامل، وهيدخلك على موقع تاني خالص، ممكن يبقى عامل نفس صفات الفيسبوك، وهيخليك تدخل، وهيجيب لك كده لوحة بيانات وتدخل بياناتك، هيخليك تدخل بياناتك، وبعد كده يسرق كلمة السر واسم الحساب ويسرق منك كل حاجة. وبعد كده هيحولك، لما يسرق وتدوس اوكي هيحولك على صفحة طبيعية جدا اللي هي بتاعت الفيس، هيقولك دخل تاني، وانت تفتكروا ان حصل مشكلة في السيرفر او حصل اي حاجة فراح عاد تاني، لكن هو الحقيقة ان هو سرق بياناتك في الخانة الاولى. تمام لغاية كده؟ تمام. احنا فهمنا ان لو حرف واحد اتغير يبقى هو كده ضحك عليك. طب هتقولي ابعت لي اللينك ده واحد صاحبي او اخويا، ماشي يا عم، برضو اتاكد، ما هو جايبه من واحد تاني. هتروح بقى لصاحبك ده تقول له جايبه منين يا محمد، اقول لك ده انا جايبه من احمد. وبعد كده تروح تسال احمد صاحب محمد اللي هو صاحبك، تقول له انت جايبه منين. بعد كده احمد يقول لك جايبه من محمود، ومحمود يقول لك جايبه مش من عارف مين. وهتخش كده في دوامه كبيره كده. في الاخر اللي انت ليه ما تطمن نفسك احسن وتبص على اللينك عامل ازاي، ما تجيبليش مسيرته كلها علشان تعرف اللينك ده جاي منين. طب هو ممكن يبقى هما كلهم اتغفلوا في اللينك، ما تتغفلش انت كمان، وعرفهم كمان ان اللينك ده مش كويس حتى لو لقيت فيه اي حاجه. تمام لحد هنا كويس. هديكوا بقى هنا كده، هديكوا بقى اهو امتحان، تمام؟ ما تهربش من الامتحان ده.
اهو فيسبوك قدامكم اهي. طلع لي الغلط، هسيبك 3 ثواني. تمام كده. اهو فيسبوك في حاجه غلط، هنا مش او اهي، هنا اهي قدامك اهي، هنا مش او هنا 00. شال الاو وحط 00 بقى ايه؟ نفس الرابط، لكن غير حرفين فالبتاع كلها اتغيرت. تمام لغايه هنا وتمام. اختبار تاني اهو، انستجرام، رابط انستجرام قدامك اهو. طلع لي المختلف، هسيبك 3 ثواني. سبتك 3 ثواني اهو، المفروض تبقى طلعتها اكيد يعني، اكيد لازم تبقى طلعتها. هنا ايه المختلف وايه الغلط؟ هقول لك ايه الغلط معايا هنا. شايف اخر انستجرام ار ان مش ام، فالحرفين دول يفرقوا جدا ويغيروا صفحة من انستجرام ويودوك صفحة تانية خالص، حتى لو الصفحة دي شبه انستجرام. طيب هنا هسيب لك سؤال امتحان ليك، واكتب لي في تعليق الصح بتاعه اهو. ده اللينك ده قدامك اهو، طلع لي الغلط فيه ويكتب لي في الكومنت الصح. ما تنساش تكتب لي في الكومنت وتبعت الفيديو ده لاي حد من صحابك يستفيد وينمي نفسه علميا. ما تنساش كل يوم نتعلم حاجه جديده، وما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه. مع بعض خليك الفا.